Leggi il testo seguente. Italians Got Talent è un programma televisivo per scoprire i talenti non solo nel canto, ma anche suono, cinema, disegno, danza. برنامج إيطاليا لديها مواهب أو تمتلك مواهب هو برنامج تلفزيوني من أجل اكتشاف المواهب ليس فقط في الغناء ولكن أيضا في العزف والسينما اللي هي السينما التمثيل يعني وديزينيو الرسم ودانسا الرقص. A questo programma possono partecipare ragazzi, adulti, giovani e anche anziani. وفي هذا البرنامج يستطيعون المشاركة الأولاد والمراهقين الشباب وأيضا العواجيز أو الشيوخ. Michael, Leonardo e Stefano sono i tre fratelli che hanno partecipato a questo programma. ولكن مايكل وليوناردو وستيفانو بيكونوا 3 إخوات تمام كده وشاركوا في هذا البرنامج. Michael è di 20 anni ha partecipato al programma con una canzone di amore che si chiama Vivo per lei di Laura Pausini. ولكن مايكل عنده 20 سنة وشارك في البرنامج بأغنية عاطفية تدعى أو تسمى أعيش من أجلك للمطربة لورا باوزيني. Leonardo che ha 18 anni ha giocato il ruolo di Roberto Penieni nel film La vita è bella. ليوناردو بيكون عنده 18 سنة أخوهم التاني عنده 18 سنة ولعب دور الممثل روبرتو بينيني في فيلم لا فيتا اي بيلا يعني ده داخل بالتمثيل تمام كده. مع ستيفانو رادالتو di 15 anni adora la tastiera ho suonato una canzone di Tiziano Ferro è stato l'unico dei fratelli che è arrivato alla finale del concorso e ha vinto. اما بقى بالنسبه لستيفانو وده المراهق اللي عنده 15 سنه وبيعشق جدا الاورج العزف على الاورج وعزف اغنيه للمطرب الايطالي المشهور تيزيانو فيرو وهو الوحيد في اخواته تمام كده اللي وصل للجوله النهائيه في المسابقه وكسب كمان بيها. Adesso Stefano ha una band con alcuni amici fanno delle feste sul teatro delle città ogni sabato. ودلوقتي استيفانو بقى عنده فرقة من بعض الأصدقاء وبيبقى عندهم حفلات على مسرح المدينة كل يوم سبت. Lui spera di essere la stella di tutta l'Italia fra poco tempo. هو يأمل في أن يكون أو نفسه يعني يكون نجم في كل إيطاليا بعد وقت قليل. تمام كده. أول سؤال هذه القطعة تتحدث عن موهبة مين بالظبط؟ تيري فراتيلي. تمام كده يا شباب الإجابة هتبقى تيري فراتيلي. السؤال التاني لا باند دي ستيفانو فا ديلي فيستي اونو الفرقة بتاعت ستيفانو بتعمل حفلات كل ايه هو طبعا ذكر في القطعة كل يوم سبت يبقى الإجابة الأخيرة كل أسبوع. مايكل un talento per طيب ايه موهبة مايكل؟ يعني مايكل عنده موهبة بالنسبة لايه؟ طبعا هو كان بيغني هو قال في القطعة انه بيغني يبقى الإجابة هنا الكانتو الغناء. السؤال اللي بعده كي partecipa questo programma اللي بيشارك في البرنامج ده يجب عليه ايه؟ طبعا المفروض تكون عنده موهبة فنية ارتستيكو يا شباب لان ده برنامج عبارة عن بيقدم او بيكتشف زي ما قال مواهب فنية فقط سواء غناء او رقص او ايا كان. استيفانو سبيرا دي اسر لا ستيلا استيفانو نفسه يكون نجم في ايه؟ اكيد طبعا الاجابة الاولى ديل سو بايزي في دولته فقط هو قال في ايطاليا فقط ما قالش اي دولة تانية. طيب السؤال اللي بعده le persone che partecipano a questo programma الاشخاص اللي هم بيشاركوا في هذا البرنامج المفروض تكون اعمارهم ايه؟ هو طبعا هنا قال من اعمار مختلفة الاجابة بي هتبقى sono di diversi età بالظبط كده في 20 سنة و18 و15 يبقى diversi età اعمار مختلفة. القطعة التانية leggi il post seguente اقرا المنشور القادم او الاتي بيقول Sono Omar, faccio il commesso in un grande negozio di abbigliamento
nel centro del Cairo. أنا أكون عمر وأعمل بائع في محل ملابس كبير في وسط القاهرة. Io amo tanto il mio lavoro, ma la mia vita in città è un po' difficile. أنا أحب عملي جدا أو كثيرا، ولكن حياتي في المدينة تكون صعبة قليلا. Abito in un piccolo appartamento con mia moglie e i miei due figli. أنا أسكن في شقة صغيرة مع زوجتي وأبنائي الاثنين. Ogni giorno vado al lavoro. كل يوم أذهب إلى العمل in autobus بالأتوبيس. E mi annoio tanto perché devo aspettarlo almeno per 30 minuti. بيقول إن كل يوم أنا أذهب إلى العمل بالأتوبيس وأشعر بالملل كثيرا، لأنني يجب علي أن أنتظره على الأقل لمدة 30 دقيقة. يعني الأتوبيس بيوصل متأخر. purtroppo للأسف non arriva mai in orario. لا يصل أبدا في الموعد. è sempre affollato. ودائما بيكون مزدحم. spero di cambiare l'abitazione. أنا نفسي أغير محل السكن. vivere in un casa più luogo tranquillo lontano dal rumore. أنا نفسي أغير محل السكن وأعيش في منزل كبير أو أكثر اتساعا في مكان هادئ وبعيد عن الضوضاء dal inquinamento وعن التلوث dal traffico della città وعن ازدحام مرور المدينة. magari in campagna. يا ريت يكون في الريف طبعا. con i miei genitori. مع والدي. يعني هو عايز يسكن مع باباه ومامته. e i miei fratelli وإخواتي و e mia sorella وأختي. Di solito passo il fine settimana con loro. عادة أنا بقضي نهاية الأسبوع معاهم. يعني هو كل أسبوع في أجازة بيروح يقضي في الريف نهاية الأسبوع مع أهله. Ma ci vado spesso da solo perché a mia moglie non piace la tranquillità della campagna. بقولك ولكن أنا أذهب غالبا لوحدي لأن زوجتي لا يعجبها هدوء الريف. secondo lei بالنسبة لها in città ci sono diversi mezzi divertimento. بالنسبة لها بيكون المدينة أو في المدينة وسائل تسلية تمام كده متعددة أو مختلفة. طيب السؤال الأول بيقول لي هنا يا شباب nel post عمر ديسكريفي. في المنشور ده عمر بيوصف. هو بيوصف ايه؟ اكيد بيوصف حياته في المدينة عامة. السؤال او الاجابة بتاعته تبقى بي. دي solito عمر passa il fine settimana. عادة عمر بيقضي نهاية الاسبوع بيقضي فين؟ اكيد طبعا زي ما قال مع والديه في منزلهم اللي في الريف. الاجابة الاخيرة. عمر لافورا ان اون نيجوتسيو. عمر يعمل في محل. مكان المحل فين يا شباب؟ هو قال في وسط القاهرة، يبقى الإجابة in centro. كي بريفيريش فيفر in città. هو مين فيهم اللي بيحب يعيش أو بيفضل يعيش في المدينة؟ طبعا زوجة عمر، لأن هي شايفة إن فيها وسائل ترفيه وتسلية أكتر. عمر سي annoia perché l'autobus arriva sempre. عمر يشعر بالملل لأن الأتوبيس بيوصل دايما إمتى يا شباب؟ متأخر in ritardo. عمر سبيرادي كامبياري. عمر نفسه إن هو يغير إيه؟ محل السكن. يبقى اللوجو مكان دوفي أبيتا حيث يسكن. تمام يا شباب. نيجي بعد كده لسؤال الجراماتيكا. بيقول لي دينو كي كوزا فاراي استاسيرا. طبعا هو هنا بيسأله بصيغة أنت فراي، فلما يجي يرد هيرد بصيغة أيو، فهتبقى الإجابة طبعا إيه؟ أندرا. تمام كده الأولى. السؤال التاني أميتشي أليتشيني مايير سيرا. عشان نجاوب على السؤال دوت أول حاجة هنبص عليها إيه؟ طبعا أميتشي ده الفاعل وجاي لك بعد منه فيرجولا. تمام. إيه تاني؟ الكلمة تدل على الزمن هنا إيه؟ هي سيرا ماضي، يبقى إحنا هنستبعد أي زمن ونركز على الماضي بس. طيب سيادتك هتختار ماضي مع أميتشي بعدها فيرجولا، يعني الضمير فوي وفي تبعية طبعا ما ننساش. يبقى الإجابة سيتي أنداتي، عشان الفعل أنداري حركة وانتقال ينتمي إلى السري. كارلو فا فرانشا. قبل النقط في فا وبعد النقط في فرانشا، يعني معنى كده إن الدول بتاخد حرف الجر مين؟ بتاخد حرف الجر إن. لانو سكورسو إي مياي فيلي. العام. تمام يا شباب. العام الماضي أبنائي في الجنينة. عايز أقول لك أبنائي تاهوا في زمن الماضي، يبقى هتحط فعل منعكس في زمن الماضي بالتبعية، ما ننساش التبعية طبعا. يبقى سي سونو بريزي بيرسي سكوزا سي سونو بيرسي. تمام.
Mi sono piaciute le scarpe nuove della نايك. انا بيعجبني الاحذيه الجديده لماركه نايك. بعد كده قال لي بعد النقط هنا كلمه ايه؟ اون بايو. الكلمه دي من الكلمات تدل على ايه؟ تمام كده، الله ينور. ضمير التجزئه ني. يبقى انت سيادتك هتختار لي ضمير التجزئه ني، والكلام علشان هو هنا في الماضي، فهتبقى الاجابه بالتبعيه ما ننساهاش. يبقى ني او كومبراتي، الاجابه هتبقى تشي. تمام يا شباب، بتبعيه جمع المؤنث. Dopo che la ricerca Mario la presenterà in classe. طبعا dopo che من الكلمات الدالة عندي على المستقبل المركب، ويأتي بعدها مستقبل مركب، وكده كده الحدث المستقبل البسيط موجود هنا اهو presenterà. فانا ناقصني فعلا مستقبل مركب. فين المستقبل المركب اللي هنا؟ avremo fatto. الباقيين طبعا ما ينفعوش، ازمنة مختلفة. بعد كده سؤال 7. استيفانو إلي أميتشي. استيفانو والأصدقاء يا شباب دول بيساووا الضمير لورو طبعا. appuntamento alle 5 del pomeriggio، الساعة 5 العصر، ميعادهم الساعة 5 العصر. فطبعا هنا هتحط لي فعل منعكس مع الضمير لورو، يبقى سي دانو، ميعادهم أو يتوعدوا الساعة 5 العصر. بيفي الكافيه لاتيه، تشرب قهوة باللبن؟ قال نعم، او انا شربت على الاقل. بتشرب قهوه باللبن؟ قال ايوه انا بشرب كوبايتين في اليوم. طب هنا بيقول لي دوي بكياري، دي هنا في تجزئه يا شباب، الله ينور، بالظبط كده. يبقى الضمير ني. كي بريبارا لا باستا البومودورو اوجي؟ بريبارا ستيفانيا. مين هيجهز او هيعمل مكرونه بصلصه الطماطم النهارده؟ اللي هتعملها استيفانيا. ده هو مفعول به لا باستا البومودورو، فالإجابة هتبقى لا. هنعوض بالضمير لا طبعا. ماشي. بعد كده بيقول لي دوفي افيتي كونوشوتو كارلا اي سوا كوجينا؟ انتوا عرفتوا فين او اين تعرفتم على كارلا وبنت عمها؟ كارلا وبنت عمها زي ما انتم شايفين كده جمع مؤنث، صح؟ صح. يبقى الإجابة هتبقى ايه؟ لي ابيامو كونوشوتي. طبعا ما ننساش التبعية، تعرفنا عليهن في المدرسة. Oggi fa bel tempo e io e gli amici possiamo al mare. النهارده الجو جميل وانا والاصدقاء يمكننا او سنستطيع بالاستمتاع في البحر. طب انا مش شايف هنا قبل بوسيامو ضمير مفعول، اذا هيجي ملاصق للمصدر. طيب هيجي ملاصق للمصدر اني واحد فيهم؟ هو هنا بيقول لك بوسيامو نحن، يبقى ضمير مفعول تشي، يبقى ديفيرتيرتشي. اكي اورا انكونتري اليسيا اي سو فراتيلو، في اي وقت تقابل اليسيا واخوها؟ طب اليسيا واخوها ده مفعول به يا شباب، صح كده؟ تمام. جمع ايه؟ جمع مذكر، ولد مع بنت، الولد يوش. يبقى الإجابة هتبقى هنا ايه؟ انكونترارلي، ضمير مفعول لي جاي ملاصق لمصدر، بالظبط كده، عشان ديفو مفيش قبلها حاجة. ho dimenticato il mio zaino il banco. أنا نسيت الحقيبة بتاعتي أسفل الرف. أنا هلاقي بعد النقط هنا ايه؟ لقيت إيل، صح كده؟ تمام. لو بصيت على اكانتو ولونتانو ادسترا، دول بيجي بعدهم حرف جر، ما بيجيش بعدهم اداه تعريف. اللي الوحيده اللي بيجي بعدها اداه تعريف وما بيحصلش دمج سطو، اسفل. تمام. نيجي بعد كده يا شباب لسؤال السيتواتسيوني اللي هو المواقف. اول موقف عندي بيقول لي كواندو ريفيوتو ايوتو، عندما ارفض المساعده. فين هنا الرفض يا شباب؟ الصيغه الثانيه طبعا اللي هي بتقول ايه؟ جراتسي بوسو بورتاري كويستي ليبري دا سولو، شكرا استطيع ان احضر هذه الكتب بمفردي. طيب السؤال الثاني، كي بيلا نوتيزيا كواندو ايمي اميتشي؟ يا لهم الخبر جميل لما اصدقائي يعملوا ايه؟ طالما خبر جميل يبقى حاجه تعبر عن الفرحه، يبقى الاجابه المفروض تبقى اتشيتانو، صح كده؟ اتشيتانو دي جوارداري لا بارتيتا كون مي الو ستاديو، هيوافقوا ان هم او قبلوا ان هم يشاهدوا مباراة كرة القدم معايا في الاستاد. بعد كده الموقف اللي بعده، كواندو كيدو النيمورو ديلي مية اسكاربي ديكو الكوميسو. انا لما اجي اسال عن نمرة الحذاء بتاعي اللي انا بلبسها، هو مقاس حذائي يعني مقاس القدم بتاعي، هقول للبياع ايه؟ اكيد الاجابه الاولى طبعا اتشي ال 39 دي كويست سكاربي، يوجد مقاس 39 من هذه الاحذيه. السؤال اللي بعده، ديكو اتشيلينتي. طبعا اتشيلينتي من المواقف او من التعبيرات اللي بتستخدم في مواقف تعبر عن الحسرة والندم.
طيب الإجابة هنا هتبقى إيه يا شباب؟ طبعا الإجابة هتبقى منطقة المدرسة تكون متسخة ومليئة بالنفايات، فعشان كده أقول أتشدنتي يا للهول. تمام. الموقف اللي بعده، ماما ti confermo telefonerà allo zio prima di tornare a casa. يا ماما أؤكد لك إن أنا سأتصل بعمي، تمام كده، قبل أن أصل أو أعود إلى المنزل. quando faccio، طبعا باينة من الترجمة بتاعتها إنها promesse، بوعد ماما بكده. quando confermo qualcosa، لما أكون بأكد شيء ما. تأكيد شيء ما الإجابة الأولى طبعا chiaro، من التعبيرات الدالة على التأكيد. بعد كده بيقول لي هنا i pantaloni bianchi vanno bene con la camicetta azzurra. بيقول ان البناطيل البيضاء بتكون مناسبة وملائمة دائما مع القميص الازرق او البلوزة الزرقاء طبعا. طيب عندنا هنا ايه اتحدث عن ايه؟ اكيد طبعا كولاري، هو ذكر في موقف الوان فقط. تمام. نيجي بعد كده الموقف الاخير، بيقول لي dico mamma che ne pensi di preparare la torta del mio compleanno a casa quando. ماما ما تظني فيه او ما ظنك فيه ان نعد التورته بتاعه عيد ميلادي في المنزل. وطبعا هنا انا شفت كلمه كيني بنسي دي، طبعا دي من التعبيرات الداله على طلب الايه يا شباب؟ الله ينور، طلب الراي. يبقى الاجابه هتبقى chiedo on parere. اشوفكم على خير ان شاء الله في حل امتحان قادم.